بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نقول أي كلام عاوزة أشوف كم واحد هيقول مبروك للأهلي، وبعدين نبدأ نشوف إيه هي ردة فعل عمرو أديب. انهيار وجنون عمرو أديب بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، ويسخر من مين؟ من مدرب الزمالك طبعا. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل هتضغط لايك وهتشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري وفوز الأهلي وهبوط حرس الحدود رسميا، فقد دخل على الخط فورا الإعلامي عمرو أديب وقال الأهلي خلاص خلص على أندية أفريقيا وأخد بطولة دوري أبطال أفريقيا، ودخل على الأندية المصرية وهيخلص عليهم برضه وبكل سهولة، هيحسم الدوري بكل بساطة. الأهلي عنده فرقتين مش فرقة واحدة، وكولر النهاردة ريح معظم اللعيبة الأساسية وبرضه كسب حرس الحدود، وده يدل على عبقرية كولر، لأنه بصراحة مدرب عالمي وعارف هو بيعمل إيه كويس. أنا بصراحة بحسد كل الأهلاوية على المدرب ده، وكان نفسي الزمالك يجيب مدرب محترم كده زي كولر، لكن للأسف جايبين مدرب على ما تفرج ياكل عيش وخلاص. ربنا يسترها الموسم اللي جاي، لأن الأهلي هيبقى أقوى وأقوى من كده بكتير. افتكروا كلامي ده كويس. وهو ده كان رد فعل عمرو أديب وتعليقه بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك منك للقناة دعما منك للقناة، وكمان علشان يوصلك منا كل جديد.